السلام عليكم. تعال نعمل مع بعض الفول المدمس في البيت. هندمس الفول في البيت، هندمسه أنضف وأحلى من بره بكتير، وهنضيف له مكونات بسيطة هتخلي طعم الفول جميل جدا وأحلى من اللي تشتريه من بره. أنا عندي كيلو فول، طبعا أنا نقعاه ليلة كاملة، وعندي المكونات دي هضيفها على الفول. أول ما تغلي المية معايا هضيف الفول الأول، وهضيف بعد كده كوب من العدس، كوب من الفول المدشوش، وحدتين طماطم، فلفلاية خضرة، وهضيف بصلاية مقطعة 4 تربع، وهضيف 4 أو 5 فصوص من الثوم، هنقطعهم بالشكل ده بالسكينة وهضيفهم للفول. وعندي ليمونة أنا قسماها نصين، الليمونة دي هي سر اللون الفتح هيبقى في الفول، مش هتخلي الفول يسود معاكي خالص. والنص معلقة البيكنج باودر دي هتزود تسريعة الفول، هتخليه يستوي بسرعة. وهنا أول ما يستوي الفول معايا هنزل عليه نص مج من المية، ضفت له معلقتين كبار من الدقيق، وهبدأ أضيف وأقلب على طول في الفول بتاعي ده. هيخلي لونه برضو فاتح وقوامه حلو، وهيخلي الفول طعم جميل جدا، هيطلع معايا جميل وفاتح وطعمه رهيب جدا من المكونات اللي احنا ضفناها دي.